السلام عليكم. صديقنا المصري المقيم في ايطاليا اللي شرفنا النهارده بيشتكي من عدم تناسق اجزاء الانف مع بعضها البعض، وكمان بيشتكي من ضيق في التنفس ناتج عن اعوجاج الحاجز الانفي وتضخم قرنيات الانف السفليه. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل اللي في الحاله هنشتغل عليها ازاي. لو بصينا هنا هنلاقي ان في بروز في ظهر الانف زي ما احنا شايفين. داخل العمليه ان شاء الله هنحاول ان احنا نحاته بجهاز البييزو بالموجات الفوق صوتيه. ارنبه الانف متدليه، زي ما احنا عارفين ان ارنبه الانف المفروض تكون اكتر جزء مرتفع في الانف او مقدمه الانف، وكمان المفروض تكون سبورتد عشان ما تقعش اثناء الضحك. عظام الانف من اعلى عريضه. تعالوا نشوف لو بصينا من البيزل فيو او لو بصينا من تحت ايه اللي احنا هنشوفه. لو بصينا هنا هنلاقي ان الفتحات غير متماثله بسبب ان الحاجز الانفي ظاهر في ناحيه اكتر من الثانيه. زي ما احنا شايفين الجهه اليمنى مقفوله اكتر من الجهه اليسرى، ده مأثر على الشكل وكمان التنفس بتاع صديقنا. لو بصينا من الجزء الاوبليك هنلاقي البروز اللي موجود والتدلي بتاع الارنبه واضح وارتفاع الانف كبير الى حد ما، ده اللي هنشتغل عليه اثناء العمليه. كمان المسافه بين الشفه العلويه وارنبه الانف تعتبر صغيره لان الانف طويله الى اسفل او ساقطه الى اسفل، ده اللي هنشتغل عليه. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. لو احنا بصينا قبل العمليه هنلاقي ان كان في بروز موجود في ظهر الانف. الحقيقه داخل العمليه اكتشفنا ان هو بالاساس جزء عظمي تم نحته باستعمال جهاز البييزو وتقنيه الموجات الصوتيه زي ما احنا شايفين. كمان عظام الانف من اعلى كانت عريضه تم ضمها ونحتها ومع احتفاظها بملامح رجوليه زي ما احنا شايفين معانا. ارنبه الانف دي كانت اكبر مشكله موجوده عند صديقنا، ان هي متدليه لاسفل وبتقع بزياده اثناء الضحك لانها نوت سبورتد. اللي اشتغلنا عليه مع زراعه غضروف من الحاجز الانفي لرفع وتحديد الارنبه اصبحت ديفاين تعكس نقطه النور الساقط عليها. كمان تم استعاده التماثل او التناسق بين فتحتي الانف اللي كان مفقود بسبب اعوجاج الحاجز الانفي، وان شاء الله يرجع الى ايطاليا يستمتع بتنفس افضل وضحك اجمل. شكرا لكم.